ده شكلي قبل ما اعمل عمليه زراعه الشعر، وده شكلي بعد عمليه زراعه الشعر. في اسئله كتير جات لي على موضوع زراعه الشعر وحابب اجاوب عليها. بدات تحس بنتائج امتى؟ اول 4 شهور هتحس ان انت ما عملتش عمليه، بس بعد ال4 شهور هتبدا تلاقي ان شعرك بدا ينبت حاجات بسيطه كده، الحتت المزروعه، ومع سادس شهر هتبدا لا تشوف نتيجه. انا شفت نتيجه امتى؟ انا شفت نتيجه في الشهر الرابع، كانت نتيجه حلوه جدا. دلوقتي انا كده بقالي قد ايه؟ انا زرعت في شهر 8 اللي فات، فانا كده بقالي حوالي 9 ل 10 شهور. دي النتيجه. هل العمليه صعبه ولا سهله؟ اصعب حاجه في العمليه هي الوقت، ان انت بتقعد، لو انت هتزرع بصيلات كتيره ممكن تقعد من 8 ساعات لحد 9 ساعات، ولو البصيلات اقل ممكن تقعد 5 ساعات 6 ساعات. فدي اصعب حاجه فيها واصعب مرحله فيها، وهو بياخد الشعر. هي بتبقى مرحلتين، مرحله بياخد الشعر من الجنب ويحطه في منطقه اللي انت عايز تزرع فيها. قعدت قد ايه عشان يعني تتعافى منها؟ انا كنت عاملها في تركيا، وعايز اقول لك ان انا تاني يوم نزلت كنت بتمشى في شوارع تركيا وعشت حياتي طبيعي جدا. تالت سؤال، هل دماغك انتفخت؟ عشان دي سؤال عامة بيجي كتير قوي، وده اللي انا كنت برضه خايف منه. بص، هي الدماغ بتنتفخ بسبب البنج اللي هم بيحطوه في فروة الراس عشان ما تحسش بأي وجع. في تعليمات انت المفروض تمشي عليها، في باند كده انت بتلبسها عشان الانتفاخ ده يروح، وبتعمل مساج كده كل فترة للتانية. الانتفاخ قعد معايا حوالي 5 ايام، وكان يوم عن يوم بيقل بان انا بعمل مساج في الحتة دي. زرعت كام بصيلة؟ زرعت 5700 بصيلة. زرعت في الجزء الامامي ده، وكمان في الحته اللي ورا. اخر سؤال خالص بيقول زرعت فين والتكلفه كانت كام؟ انا زرعت في تركيا في مستشفى إليت هير. التكلفه بتفرق من شخص للتاني، يعني انا زارع 5700 بصيله، فسعر ال 5700 بصيله بتفرق من ال 4000 3000. فانت عشان تعرف التكلفه هحط لك لينك الاستشاره المجانيه، خش عليه بتحط الصور بتاعه دماغك، بيقولوا لك التكلفه تقريبيا قد ايه. دي كده كانت كل الاسئله اللي جات لي على زراعه الشعر، ولو حد عنده اي سؤال على زراعه الشعر اكتب لي في الكومنتس وهرد عليك. سلام.